بص، يعني من الاخر كده الست ملهاش ملكه. الست ملهاش ملكه، الست لازم لها كتالوج، وعشان تدور على الكتالوج بتاعها والله ما هتلاقيه. والله ما هتلاقي كتالوج لاي ست. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع دوت لكل الرجاله اللي خاطب واللي متجوز واللي بيحب. الكلام ده ثابت. احنا هنتكلم عن النهارده عن الست. اولا واول حاجه عايز ابدا بيها، اوعى تيجي تتكلم مع الست وتقول لها بالمنطق او بالعقل. مفيش الكلام ده، ولا في منطق ولا في عقل. هي شايفه ان انت غلطان علشان ما قلتلهاش صباح الخير، علشان ما قلتلهاش كل سنه وانت طيبه، عشان ما قلتلهاش انت عامله ايه. عشان وانت خارج الصبح اللي هي اصلا كانت نايمه ومش صاحيه ومش عارفه انت رايح ولا جاي، ما صحتهاش او ما اديتهاش البوسه بتاعتها. فمبدئيا كده مفيش حاجه اسمها بالمنطق وبالعقل. هو الحوار كله في حته ان انت غلطان. خلاص يعني بص، امن ان انت غلطان. يعني انت نفسك صدق ان انت غلطان. وتصدق ليه؟ انا مش بقول تصدق عشان خاطر انت تتنازل والكلام ده، لا، انا بقول لك انت صدق علشان تريح نفسك من قصة طويلة عريضة في حتة الوش والدوشة والحوارات. يعني اجيبها لك ازاي؟ هقول لك انا. انت مثلا لما تقول معلش خلاص انا ما خدتش بالي، انا ما حصلش كذا، ما مش عارف ايه، خلاص خلصت بقى ورضيتها. وهي الموضوع يعني بتهيألي او اعتقد، يعني كلنا عارفين الكلام ده، ان هي الحوار كله في ان هي عايزه تتصالح. تتصالح على ايه؟ مش مهم. طب هي عملت موقف وزعلتك او ضايقتك، صالحها. مش عارف ليه. المهم يعني من وجهة نظر انا، طالما الموضوع ما فيهوش، مش كبير، انه ما فيهوش كرامة وان هي جت على كرامتك او عملت مشكلة كبيرة او عملت حاجة كبيرة، المهم ان هو ما طالما ما اذاش، خلاص يا عم معلش مش مشكلة. هتعمل ايه؟ يعني راضيها. راضيها عشان تعيش انت وعيالك في امان. راضيها عشان خاطر البوز ما يفضلش طول اليوم ويمكن طول الاسبوع على ايه؟ على كلمة. على كلمة. يعني ما تقولش قدامها فلانة حلوة، ما تقولش قدامها حد بيعمل اكل حلو، ما تقولش قدامها هي احسن واحدة في الدنيا. ولو كان اكلها كله ملح، لو كان اكلها كله ملح، هي احسن واحدة في الدنيا. مفيش مشاكل. ما تبصش لحاجة هي مضايقاها. يعني انت اصلا ما تحاولش تضايقها، لانك انت محاولة ان انت تضايقها، ان انت تاخد حقك تضايقها، ان انت تاخد حقك منها، ان انت تضايقها وتنرفزها وتعصبها، كله هيصب عليك، كله هيصب عليك. دي حاجة. الحاجة التانية ان انت لازم كل حاجة تبقى عارفاها. وانا نصيحتي عرفها كل حاجة، بس زي ما انت فاهم. يعني سين خليها صاد. يعني ايه؟ يعني انت قول لها ان انت رحت وانت اصلا ما رحتش، قول ان انت ما رحتش وانت اصلا رحت، قول ان انت كلمت الناس دي وانت اصلا ما كلمتهمش، قول ان انت ما كلمتهمش وانت اصلا كلمتهم. ما تقولش الحقيقة اللي هي هتعمل لك مشاكل. قول الحقيقة اللي هي على مزاجها. والموضوع مش موضوع كده، الموضوع موضوع ان يعني ايه، لميت دنيتك، بعدت عن المشاكل. انت فاهمني؟ هو الحوار كله في كده. الموضوع دوت مهم جدا. النقطة التانية اللي عايزين نتكلم فيها هي نقطة الغيرة. بص، ثابت كده مراتك بتغير عليك. مراتك حاطة في بالها ان انت ماشي بالمأذون ومصاحبه على اساس ان انت هتتجوز فلانة او علانة، ان شاء الله حتى لو مين، لو واحدة لقاها في الشارع. المهم ان هي خايفة طول عمرها ان انت تتجوز عليها. بلاش تتجوز عليها عشان عارفة ان انت حالتك المادية زيرو، عارفة ان انت هتبص لواحدة تانية، هتبص لواحدة تالتة.
فانت حاول على قد ما تقدر تخليها ان لا هي اللي ماليه عليك البيت، وهي اللي ماليه عليك الدنيا، وهي اللي ماليه عليك كل حاجه، مش مقصره معاك خالص. وحسسها بكده، واخرج معاها واقعد معاها واتكلم معاها. كل حاجه هي ليها فيها، كل حاجه هي الجميله فيها، وكل حاجه ما تسيبش اي حاجه خالص. اما بقى بخصوص بقى البيت والاكل والشرب والكلام ده، طبعا بص، آه، اكلها كله حلو، بس انت بتحبه مالح سنه لان هو اصلا كان عادم وانت عايزه يبقى مالح. انت بتحاول عاوزه عادم سنه لان هو اصلا مالح وانت عايزه دلع شويه. حاول تميم معاه. بص، يعني من الاخر كده، الست ملهاش ملكه. الست ملهاش ملكه، الست لازم لها كتالوج، وعشان تدور على الكتالوج بتاعها والله ما هتلاقيه. والله ما هتلاقي كتالوج لاي ست. يا راجل، ده انت لو حلمت ان انت اتجوزت، فاهمني، تقول لك نام تاني وقوم طلقها. انت متخيل؟ انت متخيل الدنيا ماشيه ازاي؟ هي ماشيه على كده. مفيش كتالوجات، مفيش سيستم. في هرمونات متغيره، في هرمونات رايحه جايه. بص، اقول لك على حاجه. يعني انت ممكن الصبح تلاقيها بحال وجميله وجدا، قمت الصبح يوم اجازه والدنيا كانت لذيذه وفريش، وصباح الفل وصباح الخير وصباح العسل والكلام اللي انت عارفه ده كله، كله تمام، كله تمام، كله تمام. وخلاص بقى انت هتوجب معاها، تنزل انت تجيب الفطار، ترجع تلاقيها قلبة وشها. انت فاكر يوم كذا عملت ايه؟ فاكر يوم ما انت ما عملتش؟ ما انا لسه يا بابا، لسه يا حبيبتي مصبح عليك وبست دماغك وقلت لك صباح النور. طب ما انت ما عملتش كده من سنة، ما عملتش كده يا ستي. ما انا عملت اهو. انا كنت اهبل وبقيت عدل، يعني كنتش فاهم وفهمت، كنتش كويس وبقيت كويس. في ايه؟ انت اغلى حاجه عندي. وتفضل بقى اليوم الاجازه اللي انت قاعده تصالح لحد بعد العصر، وبعد كده المزاج يتعدل، الدنيا تروق، يكون اليوم راح بقى فهم ما لهمش كتالوج، هم ما لهمش يعني حياتهم متغيره، مزاجهم متغير. الهرمونات بتاعتهم بتطفح كده مره واحده، توديك في داهيه. دي بقى لو مراتك. انما بقى لو ست من بره، كل سنه وانت طيب بقى. اللي من بره دي شايفاك عادل، معرفش على ايه، مع ان مراتك اساسا شايفه ان انت اساسا مالكش اي لازمه في اي حته، ولا تعمل اي حاجه. انما اللي بره دي شايفاك ان انت كويس وعادل. ايه ده بيعامل مراته كويس، ده بيعمل، مع ان اساسا مراتك شايفه عمري ما شفت منك يوم حلو. مراتك تقول لك عمري ما شفت منك يوم حلو، ما فيش مره نصفتني، ما فيش مره وجيت عليا وجيت عملت فيا والحكايه، فاهمني؟ ما فيش. هم عندهم حاجات كده، يعني معرفش. هما دايما حاسين ان انت مقصر معاهم، دايما حاسين ان انت ما عملتش ولا يوم كان في يوم حلو فيهم من اللي انت عشتها معاهم. الغريب، الغريب ان هم يعني، انا زهقت منك ومن عيالك وتدلعوا عليك وانا عايزه وحبيبي، شويه وشويه. مفيش. ده ثوابت عند كل الستات تقريبا. فانا بنصح كل راجل، كل واحد عاقل، يلم دنيته ويمشي على الوضع اللي هو. شفت احنا الصبح لما بنطلع كده الصبح نقول بسم الله توكلنا على الله، النهارده اليوم على انت كده حسب الهرمونات بتاعتها امشي. يعني هي مزاجها متعكر، ابعد عنها سيكه كده وكلمتين حلوين. قالت لك مش عارف ايه كاني ماني، طيب ماشي يا حبيبتي ربنا يخليكي، والله بس انا مش مشغول وكنتش فاضي، والحكايه والروايه والكلام ده كله. فحاول تظبط دنيتك على كده. لقيتها ماشيه معاك لذيذه، استغل الفرصه. استغل الفرصه اللي لقيت هرموناتها جميله والدنيا حلوه وماشيه معاك قلصه. عيش عيش وتمتع ودلع نفسك اللحظة دي، اليوم ده، الوقت اللي هي فيه مزاجها معدول. وبص، أحلى أكل وأحلى شرب وأحلى كل حاجة في الدنيا هتعملها لك. المهم إن هي مزاجها رايق، وأنت استغل كده، استغل كده وامشي على كده. استغل إن هي مزاجها رايق، زي ما أنت بتيجي بتستسلم لمزاجها وهي متعكر
وتعكر عليك عيشتك وحياتك وحتى شغلك اللي هي ملهاش دعوه بيه تعكرها عليك. لا، استغل الوقت اللي هي لذيذه فيه ورايقه كده، وظبط دنيتك ان انت تستفاد من كل وقت معاها. الحوار يا جماعه ان الست كده ملهاش اي كتالوج. تعالى بقى لأهم حتة في الموضوع كله، حتة أهلك. هي عاملة إيه مع أهلك؟ 90% من الستات متخانقين مع أهل جوازهم، حتى لو مش متخانقين، حتى لو مش متخانقين فهي مش طايقاهم ليه؟ معرفش. أصل أختك جت وقالت، أصل أختك جت وعملت، أصل أختك جت أنا بص بقى هنصحك نصيحة يعني وخد بيها. في كل الأحوال أنت لو حبيت تأقلم الليلة كلها مش هترتاح ومش هتعرف ومش هتظبط. ليه؟ لأن الستات طالما اتضايقت، وبالأخص من واحدة، حتى لو أختك، حتى لو والدتك، تفهمني؟ طبعا أمهاتنا كلها على دماغنا من فوق. ما عنديش أنا فصال في الكلام ده، الأم أم. بس أنا بتكلم على نقطة إن أنت طالما الموضوع فتح في حتة ان هي مش شايفة اختك، مش شايفة ان هي تعيش مع والدتك، ان هي ابعدهم، ابعدهم عن بعض. يا ست مالكيش فيه يعني. اه يا اخواتي بقى، انت كويس مع اخواتك، مظبط بتتكلم كويس مع اخواتك، خلاص. من بعيد لبعيد كده، اللي هو بعيد عنها هي يعني، بعيد عنها هي. انت كده مع اخواتك تمام، مع اهلك تمام. طيب انت اخواتك، خلاص اخواتي انت خليك انت بقى. هم انت مش مرتاحه معاهم، خلاص خليك براحتك. انت مش مرتاحه في وجودك مع اخواتي، خليك براحتك. انا مش هقدر اجبرك على حاجه طالما كده. ولو لقيت في مشاكل في بيت العيله اعزل. ولو لقيت في مشاكل في بيت العيله اعزل وتعزل. ونصيحه مني انا شخصيا وعلى مسؤوليتي، سيب الشقة بتاعتك وامشي. امشي من البيت، امشي خالص. لو انت عايز تعيش مع مراتك وشايف ان هي لو خرجت بره بيتك الدنيا مشيت وظبطت وهتعيشوا كويس، امشي من البيت، ما تقعدش. انما طبعا لو هي فعلا كل الناس حتى انت واهلها جمعوا ان هي وحشة او شيطانة او هي اللي بتخلق المشاكل او هي مش سوية، لا يا عم غورها في داهية. انما لو انت شايف ان مراتك هينفع تعيش معاك وهتظبط لك دنيتك وحياتكوا هتبقى زي الفل، لا امشي من بيت اهلك واتكل على الله، وهتعيش انت وهي حياة جميلة. وديت على مسؤوليتي وانا ضامن الكلام ده. بس تكون مراتك اصلا هتخرج وهتعيش وهتظبط لك الدنيا. انت بقى من الناحية التانية هتعمل ايه؟ شوف والدتك وشوف اخواتك واسأل عليهم عادي. مفيش طعام من اهلك، تفهمني؟ ونصيحة مني في النقطة ديت، ان كل واحد في بداية المشاكل ما تستناش يمشي من البيت. شوف بس الكلمة جايزة، ما تستناش يمشي من البيت في بداية المشاكل. طالما المشاكل بدأت بين مراتك وبين اهلك وبين سلايفها والكلام اللي انت عارفه ده، امشي من البيت، ما تقعدش. الكلام ده حصل قدامي مليون مرة، وانسب طريقة حصلت اللي انا شفتها بعينيا ومتأكد منها. امشي من البيت في أول المشاكل قبل ما تكبر ويبقى في بينك وبين اخواتك وبين أهلك مشاكل. انت بقى مش هي، هيبقى بينك انت واخواتك وأهلك مشاكل. امشي من البيت قبل الموضوع ده ما يكبر واكسب أهلك واكسب اخواتك واكسب مراتك وعيالك، هتبقى انت كسبان حقيقي. امشي من البيت، ما تسيبش بس، ما تقعدش دقيقة. الستات اصلا يعني اولا هي ما عندهاش خلق. بص الكلمه اللي جايه بقى، هي ما عندهاش خلق وبالها طويله على ان هي تعمل اللي هي عايزاه. تفضل سنه واتنين وتلاته وعشره علشان تحقق الهدف اللي هي عايزاه. وسبحان الله، وتيجي تشوف سبحان الله بالنسبه لك انت الهدف ده تافه جدا، حاجه كده اللي هي ملهاش اي لازمه. ايه كان لازمته ده كله؟ عارف بقى انت لازمته ايه ده كله؟
واللي هو ملوش لازمة، وايه الحاجات الضعيفة دي، وايه الحاجات اللي كل ده بالنسبة لها هي. يا نهار ابيض، حققت انجاز عشان عملت اللي هي عايزة تعمله. عملت ان هي سابت بيت العيلة، عملت ان هي عزلت، عملت ان هي جابت الحاجة اللي نفسها فيها ان شاء الله حتى لو مصفى بلاستيك. المهم ان هي عملت اللي في دماغها وجابت الحاجة اللي على مزاجها. طب احنا اساسا يعني انت مش لاقي تاكل، برضه هي تجيب ملهاش فيه. مش معنى كده ان هم يعني بيظلموا، لا، بس هي عايزه تجيب، شايفه ان ده ناقصها. يا ست طب اصبري شويه، لما لا حاضر تروح تجيب حاجه من الحاجات اللي هي نفسها فيها وتعملها. تيجي انت تتكلم تقول لك ايه المصاريف وايه الحكايه والروايه والدنيا والدين، وتبص تلاقيها هي جايبه كبه وجايبه حله وجايبه حاجات، يعني ايه قال ايه، علشان مثلا تعمل بسبوسه، عشان تعمل كيكه، عشان تعمل ايه ده، ايه ده طب فين انت؟ طيب انت دلوقتي كل اسبوع تعملي لنا كيكه وبسبوسه، طب هي فين؟ فين الكيكه والبسبوسه اللي انت هتعمليهم وجبت عليهم حاجات بقد كده؟ فيا جماعه، حاول ما تتعاملش مع الست بالاسلوب اللي هو ايه، اللي هو اجباري، اللي هو من الاخر كده مشي حياتك. اللي انا عايز اقوله في الموضوع ده، شوف مراتك لو هي كويسه وبتاعت عيشه، ماين معاها وظبط دنيتك. متعملش مشاكل وتخرب على نفسك بالعند. كانت هي عنيده وانت عنيد، الدنيا خربت. لازم واحد فيكم يماين شويه، وهي لما تلاقيك مره جيت على نفسك هي هتيجي على نفسها اكيد اكيد. ظبط دنيتك وعيش في بيتك. حاول تظبط حياتك معاها، حاول تظبط حياتك عشان عيالك. وصدقني لو هي مراتك كويسة وبتاعت عيشة، أول ما تعملها اللي هي عايزاه هتمشي زي الفل. مش هتقول لك كاني ولا ماني. اه بيحصل حاجات كتير بس مش بنفس القوة والدرجة والكبر اللي هو يعمل لك مصايب في حياتك زي بيت العيلة ومشاكل بيت العيلة ومش عارف ايه والكلام ده كله. وحاول تعيش انت ايامك برضو من تحت لتحت، وخلي بالك من بيتك. واخر كلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.